سورة الأنفال مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمة. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام. فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم، فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها، وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال، لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين،
وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة، وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم، وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه، ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم، فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم ب1000 من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله سبحانه. إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء، وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد، فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله، فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلك العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله، فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا،
وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه.